صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. أنا خلود ودي قناتي، قناة فضفضة، بنتكلم فيها عن مواضيع متنوعة ومختلفة. أتمنى إن هي تعجبكم. لو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك ومتابعة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. موضوع النهاردة هنتكلم فيه عن الثقة بالنفس. أول حاجة لازم نكون متفقين عليها هي إن الثقة بالنفس دي مش حاجة إحنا بنتولد بيها، لكن هي صفة إحنا بنكتسبها مع مرور الوقت. للأسف 90% من الناس اللي بتكون مش واثقة في نفسها السبب في ده بيرجع للأهل من هم صغيرين. يعني مثلا الطفل أول ما يبدأ يتكلم ويفهم، أهله بيبدأوا يشجعوه، يقولوا له كلام إيجابي زي مثلا برافو، أنت ذكي وشاطر، أو الله لبسك جميل النهاردة. وممكن كمان إن هم ياخدوا رأيه في بعض الأمور البسيطة. الكلام ده بيخليه واثق في نفسه من وهو صغير، وكمان بيحس بالمسؤولية. يعني مثلا لو احنا قاعدين بنتكلم في موضوع والطفل حاول ان هو يتكلم او يقول رأيه، المفروض ان احنا ما نسكتوش ونقول له انت لسه صغير ما تتدخلش في الكلام ده. بالعكس، احنا المفروض نخليه يكمل كلامه ونعطيله اهمية ونحترم رأيه، ان ده هيزود ثقته بنفسه. ده على عكس الاهل اللي طول الوقت بتقول لابنها انت غبي وانت مش نافع في حاجة او انت فاشل وعمرك ما هتنجح، او ان هم يفضلوا يقارنوا بينه وبين اي حد تاني باستمرار. أو كمان إن إحنا نفضل واقفين له على غلطة عملها ونفضل نفكره بالغلطة دي كل شوية، حتى لو هو كان نساها وبيحاول إن هو يتغير ويصلح غلطته. إحنا بنستغل الموقف وكل شوية بنفكره بنفس الغلط اللي هو عمله. كل الكلام ده بيخلي الطفل متعقد ومعندوش ثقة في نفسه، وللأسف ممكن كمان إن إحنا نوصله إن هو يكره الأهل. خلينا نفرق بين الشخص اللي بيكون مش واثق في نفسه وبين الشخص اللي بيحاول إن هو يقلل من نفسه. لأن الطبيعي إن مفيش حد فينا بيكون كامل أو واثق من نفسه طول الوقت. يعني مثلا لو حد جه يتكلم معاك في موضوع معين أنت مش فاهمه، زي الكورة مثلا أو البورصة، فطبيعي إنك هتحس إنك مش واثق في نفسك لأنك ما عندكش خبرة في الموضوع. حاول دايما إنك تقدر تحدد إيه الحاجة اللي أنت مش واثق فيها كويس. يعني مثلا مش واثق في شكلك، أو مش واثق في حاجة انت بتعملها، او مش واثق في نجاحك في شغلك، او انك تكون مش قادر تحقق اهدافك، او انك مش عارف ان انت تتواصل مع الناس بشكل كويس. لازم ان انت تحدد ايه الحاجة اللي انت مش واثق فيها وتحاول تصلحها وتشتغل على النقطة دي. ده بيكون على عكس الشخص اللي واثق في نفسه، بيكون ثقته في نفسه هي الطاغية واللي هي اللي بتسيطر على الموقف اللي هو فيه، وبيكون شايف الامور بإيجابية. لكن الشخص اللي مش واثق في نفسه هتلاقيه بيتكلم بشكل سلبي دايما، سواء عن نفسه بقى أو عن كل حاجة حواليه، وبيكون أغلب الوقت بتاعه مكتئب. حتى لو مطلوب منه حاجة سهلة وبسيطة بيكون شاكك في قدراته ويقول لا أنا مش هعرف أعملها، وبيكون خايف من رد فعل الناس عليه. كمان بتلاقي الشخص اللي مش واثق في نفسه متنمر طول الوقت، لأن التنمر ده مش بيطلع غير من شخص ما عندوش ثقة في نفسه، شخص بيكون عايز يحسس كل اللي حواليه إن هم وحشين زيه، ويبقى عايز يسحب كل الناس معاه لتحت بدل ما يحاول إن هو يطور من نفسه ويوصل هو لفوق للقمة زيهم. من ضمن أسباب عدم الثقة في النفس كمان حاجات سلبية بتكون حصلت في حياتنا وإحنا صغيرين، مثلا زي إن إحنا نكون مش شاطرين في الدراسة، أو إن إحنا نكون بنجيب درجات قليلة في الامتحانات، أو شخص فشل في شغله وفضل يتنقل من شغل للتاني، أو شخص ما نجحش وما قدرش إن هو يكون حاجة أو علاقة مفيدة في حياته، أو حتى الشلة اللي إحنا بنكون موجودين في وسطهم بنلاقيهم دايما واخدين شخص كده وبيتريقوا عليه أو بيتنمروا عليه، أو حد تاني بيكون دخل علاقة مع شريك وما كملش في العلاقة دي لأن الشريك دايما طول الوقت كان بيقوله كلام سلبي، وغيرها من المواقف اللي بتوصلك لعدم الثقة في نفسك. علشان تكون واثق في نفسك، أول حاجة لازم تعملها هي إنك تحب نفسك بعيوبها وأخطائها، بمحاولاتك المستمرة اللي محدش يعرف عنها حاجة غيرك. لازم تقبل نفسك علشان الناس تقبلك. تاني حاجة لازم تبطل مقارنة بينك وبين الناس. يعني تقول فلان جاب عربية، تقول ده بنى بيت جديد، ده عنده أولاد، ده بيسافر كتير. لو فضلت تحط نفسك في مقارنات بينك وبين الناس هتحس ان انت فاشل ومحققتش اي حاجة في حياتك. ما
مع ان الناس دي كمان اكيد فشلت في حياتها واكيد عندها نقط ضعف كتير، بس هما ما استسلموش وحاولوا ان هما يتخطوا اخطائهم دي ويحققوا النجاح اللي هما وصلوا ليه. بطل تشوف نفسك قليل، وبطل تكون قاسي على نفسك. لازم تطور نفسك وتحط اهداف صغيرة قدامك تقدر تحققها الاول علشان تحس بقيمة نفسك. لازم يكون عندك استمرارية، يعني حتى لو فشلت مرة ده مش معناه ان انت تقف، لا، قوم من اول وجديد وحاول تاني وانت ان شاء الله هتنجح. ان الفرق بين الناجح والفاشل ان الناجح وقع وقام، رجع وقع وقام، وهكذا فضل مستمر على ده. لكن الفاشل وقع وما قامش، هو اقنع نفسه ان هو انا كنت عارف ان انا هقع من الاول فما كانش لازم ان انا اخد الخطوة دي. كمان لازم تخلي الدايرة المحيطة بيك ناس ناجحة وناس بتشجعك على ان انت تنجح. ابعد نفسك تماما عن الناس اللي بتحبطك وتقولك انت مش هتنفع في حاجة، او انت فاشل، او انت ازاي شايف ان انت تقدر تعمل الحاجة دي. ابعد عن الناس دي تماما، واقنع نفسك دايما انك هتقدر وانك هتنجح، لان اقداركم تؤخذ من افواهكم. خليك دايما تقول لنفسك ان انا هنجح، انا هقدر اعمل كده. خليك مقتنع دايما بامكانياتك وقدراتك، وما تبصش للناس اللي بتحبطك او للكلام السلبي. لو عندك عيوب خليك متقبلها، لان محدش هيعرف يضايقك طالما انت متقبل شكلك مثلا، او ان انت بتلبس ستايل معين لو الناس اتريقت عليه، لا، انا قابله، انا حابب لبسي كده، او انا حابب شكلي كده. فلما انت تقبل نفسك الاول كلام الناس مش هيفرق معاك. خليك عارف ان احنا كلنا بشر، طبيعي ان يكون كلنا عندنا عيوب واخطاء، المفروض ان احنا نحاول نصححها ونتخطى العيوب دي علشان نوصل للنجاح اللي احنا عايزينه. الثقة بالنفس مش بس بالصوت العالي ولفت الانتباه، الصوت العالي ده حاجة مش صح. يعني خلي نجاحك وثقتك في نفسك هما اللي يتكلموا عليك، مش ان انت تعلي صوتك عشان تلفت انتباه اللي حواليك. ده بالنسبة للثقة الداخلية. بالنسبة للثقة الخارجية، يعني عود نفسك لما تكون قاعد في وسط ناس تكون قاعد ظهرك مفرود مش محني، وتخلي ايديك قدامك، متحطش ايدك في جيبك مثلا او ان انت تخبيها تحت ترابيزة او كده، لا، خلي قعدتك كلها ثقة في نفسك. خلي اللي بيكلمك يكون عارف ان هو بيكلم واحد واثق في نفسه، فيكون فاهم ان كلامه مش هيأثر معاك. كمان حاول ان انت يكون عندك ليك رأي خاص بيك، يعني مثلا حد قالك تعالى نخرج، مش لازم ان انت تخرج معاه. يعني انت ممكن تكون مش عايز تعمل ده فقول له لا، يعني سهلة جدا، قول له لا انا مش عايز اخرج النهاردة، او انا مش حابب، او انا مش فاضي. لكن ما تحاولش ان انت تبقى مساق دايما لكلام الناس، يعني مش كل ما حد يقولك على حاجة تنفذها علشان مثلا ما تزعلوش، لا، انت كده سلبي جدا مع نفسك. حاول ان انت يكون عندك رأي، ودايما خلي في حدود دايما بينك وبين الناس، خليهم يحترموك، وخلي ان انت عندك قيمة في وسطهم، وده هو اللي هيخليهم يتعاملوا معاك بشكل كويس وما تتضايقش من كلامهم. اتمنى يكون الفيديو فرق مع حد فيكم، ويكون حد استفاد من الكلام ده، واتمنى يكون الموضوع بتاع النهاردة عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. نشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.